اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعه هنعمل كوبايه الغمراوي مع بعض. معايا كام عود كده كزبره، ونص ربطه بقدونس، ونص ربطه شبت. دي كلها نصاص. انا هعمل ربع كيلو لحمه، ومعايا نص كيلو رز مغسول ومنقوع. لفيته في الكبه كده، كسرته تكسيره خفيفه كده ماشي. وبعد كده هنزل بالخضره بتاعتي، اللي انا حطيتها كلها مع بصلايه صغيره وثلاث فصوص توم. فص التوم ده عندي محطوط في الفريزر، وهضربهم لغايه ما ينعموا معايا. هنزل بعد كده بربع كيلو لحمه مفرومه، وربع معلقه كربوناتو مع اللحمه. هضرب اللحمه بيبقى فيها تلزيقه خفيفه كده. اول ما يبقى فيها تلزيقه خفيفه كده هحط بقى الملح واحط التوابل بتاعتها. حطيت كزبره وحطيت ملح، حطيت كمون، فلفل اسود، وكل ده هضربه ضربه كمان. وبعد كده هنزل في حاجه واسعه كل اللي انا عملته ده كله عشان اعرف ادعكها كويس جدا. انا هدعكها كويس جدا وهرجع اضربها ضربه كمان. انا زيكم كنت اول مره في حياتي اعملها، بس بجد طلعت حلوه قوي. هي شبيهه للكفته برز، بس الكفته برز احنا بنحط اللحمه بتبقى اكتر من الرز. هنزل بقى تاني في الكبه، هضربها حته حته لغايه ما تنعم معايا. مش تنعم قوي، مش عايزاها ناعمه قوي. بصوا الفرق بين دي ودي. دي فتحت معايا ودي لسه خضره. كده خلصتها كلها. وعندي شوربه، لازم الشوربه تبقى دسمه تقيله، يعني دي كانت شوربه بط عندي. حطيتها على النار تفك. هنا بقى هبتدي اعملها اقراص. هدورها على كف ايدي كده واعملها اقراص، وهرصها في الصينيه. بجد يا جماعه طلعت حلوه قوي. انا مش كنتش متخيله طعمها، يعني انا قلت ايه بقى، هاكل عجينه. طلعت حلوه بجد والله، وفي نفس الوقت موفره. بحطها في الزيت وبعد كده بقرصها على ايديا. فرق بينها وبين الكفته برز هي بس الفرق ان انت مش بتحطي الخضره كلها، واللحمه بتبقى هنا اكتر من الرز. هنا الرز اكتر من اللحمه. بجد طلعت تحفه بجد والله. بصوا هرصها على ايديا. عايزه بقى تعمليها اقراص كبيره اعمليها، عايزه تعمليها اقراص صغيره براحتك براحتك. بس هي بجد طلعت حلوه قوي. تاكليها كده، تاكليها جنب رز براحتك. والربع كيلو عمل لي كتير قوي، يعني ربع كيلو لحمه عمل لي كتير. كده هعملها كلها. خلاص كده هقرصها. عندي بقى على النار الشوربه بتغلي. لما اجي انزل بيها في الشوربه يا جماعه، هنزل بيها داير ما يدور، مش هنزل بيها يعني كلها في حته واحده. بصوا انا بحطها ازاي، بلفها وانا بحط. بص مش بحط في حته واحده. بصوا المهم يبقى في النص حته فاضيه عشان تعرفي تقلبيها. بصوا انا نازله بيها ازاي. الشوربه عندي حقيقه مش ناقصها اي حاجه. بصوا بصوا الفرابوس دورتها ازاي. هنزل هنا بقى بقطايه، بس القطايه طلعت مني كبيره قوي، بس كان طعمها حلو. واحده ماجي، واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده هقلبها. بصوا والله طلعت جميله جدا جدا. ربع كيلو لحمه يعني لما ياكل عيله مش وحش قوي، حلو قوي يعني. بصوا شكلها، ولا الصوص بتاعها ده جميله جميله جميله، مش قادره اوصفها. والله ما لاقيه كلام اعبر بيه عن جمالها. بجد جربوها. لايك شير وسبسكرايب.